مساء الخير، عاملين ايه؟ شباب سينيور 2 علمي. النهارده هنشتغل التقييم الاسبوعي، الاسبوع ال14 بتاع البيور. اوكي، يلا بينا على الفيرست جروب. هنحل نمبر 1. بيقول لي ايه؟ بيقول لي find in R the solution set of the equation، وعطينا equation زي ما انت شايف كده فيها log. فانا اول حاجة لفتت نظري ان انا عندي 3 log x to base 2. فانا هعمل ايه في ال 3 دي؟ طبعا هطلعها كباور، كأنها باور. وال4 دي عشان نخلص منها برضو هنطلعها باور، وال2 دي هطلعها برضو باور. يبقى اول حاجة هنكتبها يا حبايبي log x to base 2 هتبقى باور 3 minus log 2 log 7 to base 2 بس هتبقى باور 4 plus log ايه بقى تاني؟ log 49 over 5 باور 2 to base 2 minus دي جاهزة log 2 log 5 to base 2. اوكي، طيب احنا اتفقنا مع بعض الماينس بيتحول divided والبلس يتحول times، وهكتب دي زي ما هي ملناش دعوة بيها اهي. log 5 اهي. ال 125 كأنها 5 باور 3 طبعا عارفين. طيب ايه رأيكم لو ودينا هنا دي الباور نخليها على الجنب؟ هتبقى 3 log 5 to base 5. log 5 to base 5 دي على طول كأنها 1، دي على طول اول ما تشوفهم شبه بعض يبقى 1. طيب يبقى 3 times 1 هتبقى equal 3، يعني السايد ده كله بال3. خلاص، تعال نشوف بقى الناحية التانية. هنكتب لوج واحدة، واضح ان البيس كله واحد صح؟ اهي لوج 2 2 2 2. فهكتب لوج واحدة اللي هي 2 واعمل فاكشن لاين. كل البوزيتيف بيبقوا فوق، النيجاتيف بتبقى ديفايدد تحت، يعني اكس باور 3 اهي. بعد كده دي نيجاتيف فهتبقى تحت، يبقى 7 باور 4. بعدين بوزيتيف يبقى فوق وهتتحول تايمز، لان البلس بيتحول تايمز. وهكتب 49 over 5 باور 2 زي ما هي مكتوبة. ماينس يبقى تنزل تحت، يبقى تايمز تحت كام؟ 5. كل دول equal 3. طيب تعالى نكمل. تعالى نكمل في السلايد اللي في الجنب ده. يلا بينا. كل ده اللي هي دي كل النمبرز دي اعملهم على الكالكوليتر اهي. كل ده شايفهم؟ ثواني. شايف كل ده كده على الكالكوليتر اعمله، وهتبقى log x باور 3 زي ما هي، مش هينفع نكتبها على الكالكوليتر. وهنا البيس 2، وكل ده هيطلع كام بقى؟ هتطلع 1 over 125، يعني زي ما هي كده. بدل ما اكتب 1 over بكتبها على طول كده equal. طلعت معايا كلها بكام؟ ب3 المفروض. طيب افك شكل اللوج ده ازاي؟ يلا بينا نفك شكل اللوج. البيس باور 3 equal اللي جوه اللوج. يبقى هنعمل اول حاجة بفك اللوج ازاي؟ بعمل البيز اللي هي 2 دي باور 3 اللي هي الايكوال equal x باور 3 equal over 125. روح وديلي دي هناك بالتايمز، فx باور 3 equal ده تايمز ده هيكون equal ال 2 باور 3 تايمز 125 كأنها 5 باور 3، يعني كل دي كأنها 10. 2 times 5 10 باور 3. يبقى x باور 3 equal 10 باور 3، يبقى الاكس على طول بايه؟ ب 10. وهكتب ان السوليوشن سات عندي equal 10، وخلصت على كده، سهلة جدا. طيب اللي بعديها نمبر 2. هنا بيقول لي f of x equal 3 باور x، وعطيك هنا then the value of x which satisfy the equation f of x plus 1. يعني ايه f of x plus 1؟ يعني انا كل x عندي هشيلها واكتب مكانها x plus 1 دي. ادي 3 باور x plus 1 minus هنا برضو هشيل الاكس واكتب مكانها x minus 1. ادي x minus 1 equal كام؟ equal 72. طيب بعدين عندي هنا 3 باور x هاخدها common factor. اوكي، عشان هي repeated 3 باور x، واعمل باكت كده واكتب اللي اتبقى. طب هل هكتب 1 بس؟ لا، ما هي 3 باور 1 برضو، يبقى 3 باور 1
ماينس هنا 3 باور اكس و 3 باور نيجاتيف 1. يعني هاخد ال 3 باور اكس بلس 1 دي كأنها 3 باور اكس تايمز 3 باور 1 عشان انتوا عارفين في التايمز نعمل الباورز بلس. فانا اخدت دي باور يتبقى لي 3 باور 1. التانية نفس الكلام. تعالوا نشرحها على جنب اهي. هي 3 باور اكس ماينس 1 اهي كأنها حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ 3 باور اكس 3 باور اكس و 3 باور نيجاتيف 1. انا اخدت دي باور هيتبقى مين؟ هيتبقى 3 باور نيجاتيف 1 اهي كتبتها. لو عايزين نعملها كده بالتفصيل اكتر برضو مفيش مشاكل. تعالوا نعملها بروح تاني عشان مفهمش يفهم. ادي 3 باور اكس تايمز 3 باور 1 بلس بيتحول اهو تايمز. وهنا 3 باور اكس تايمز 3 باور نيجاتيف 1. طيب بعدين هاخد ال 3 باور اكس دي كومن فاكتور هاخدها بره. هيتبقى لي ايه؟ 3 باور 1 ماينس 3 باور نيجاتيف 1. طيب بعدين تعالى نكمل الناحية التانية اهي. ادي 3 باور اكس كل ده اعمله على الكالكوليتر هيطلع 8 over 3. يبقى ده كله 8 over 3. كل ده ايكوال كام؟ 72. هحلها equation عادية وادي هناك ده بالديفايدد 8 over 3 يبقى 3 باور اكس equal دي كلها هتطلع 27. يبقى 3 باور اكس 27 طبعا 3 باور كام؟ 3 باور 3 بيز ايكوال بيز يبقى الباور ايكوال باور يبقى الاكس ايكوال 3. واكتب السوليوشن سيت بتاعي ايكوال كام؟ 3. يا رب تكونوا استوعبتوه. تعالوا نخش على اللي بعدها. بيقولي find the inverse function. يعني ايه inverse function؟ اللي هي f باور نيجاتيف 1. طب كنت بجيبها ازاي؟ اول ستيب عندي اهي هنبدأ نفهمها تاني مع بعض. اشيل f of x واكتب مكانها y. دي اول ستيب عندي. طيب تاني ستيب ان انا بسمي الاكس واي والواي اكس مش ببدل اماكنهم. بعمل ايه؟ بخلي دي هتبقى اكس ودي هتبقى واي هتبقى في مكانها بنفس المواصفات بتاعتها باور 2 باور 2. وابدا اشوف الواي باور 2 دي هتبقى ايكوال ايه او الواي بس هتبقى ايكوال ايه. هودي هناك الايه ال2 يبقى واي باور 2 ايكوال بجيبها في سايد لوحدها. هودي ال2 هناك بالبوزيتيف يبقى اكس بلس 2. جميل. طيب بعدين انا مش عايزه واي باور 2 انا عايزه واي بس. فهعمل ايه؟ هعمل سكوير روت لمين؟ للاكس بلس 2. طب لما بعمل سكوير روت بيبقى فيه بوزيتيف وايه؟ نيجاتيف. طب هو قايل لك ايه؟ ان الاكس less than or equal 0. يعني الاكس دي ممكن تبقى عايزين الجزء النيجاتيف يبقى هناخد النيجاتيف بس. نيجاتيف روت اكس بلس 2 وخلاص على كده. تعالى نخش على الكونتينيوتي. ده الجزء بتاع الكالكولس اخر درس في الكالكولس عندنا. وبيقول لي discuss الكونتينيوتي عند الفانكشن دي اهي. ومن 0 لباي. الباي طبعا اللي هي 180 وهنا من باي ل 2 باي يعني 360. هعمل ايه فيها؟ عشان اجيب الكونتينيوتي يا شباب بجيب ايه؟ بجيب الليميت بتاع الفانكشن دي from right to from left. فانا هجيبها عند مين؟ طبعا اللي هو الحدود بتاعتي اللي هي ال 180 دي. هشوفها هي متوصله هنا continuous ولا لا. فانا هجيب الليميت عند ال x tends to 180 from right. وهجيب ال x التانية برضو الليميت x tends to 180 from left. هجيب دي وهجيب دي. فين right وفين ال left؟ right لو كانت more than يبقى هو الجزء ده. يبقى انا هجيب الليميت هنا. تمام. طيب وفين الليفت؟ الجزء اللي هو اللازين اللي هو 3 بلس كوزاين اكس. طيب اجيب الليميت ازاي؟ كنت بعمل ايه؟ تعالى نعوض على طول. هحط هنا 2 ماينس هكتب ساين 2 تايمز 180 اللي هي 360 وهعمل الكلام ده كله على الكالكوليتر هيطلع 2. اوكي ده from right. تعالى نعمل from left نفس الكلام 3 بلس كوزاين مين؟ كوزاين 180. هعمل ده هيطلع 3 minus 1 دي هتطلع negative 1
هتطلع 2. دي طلعت 2 دي طلعت 2. ولو عوضت في اللي هي equal اللي هي الفانكشن نفسها 180 هتطلع equal طبعا هنا يبقى 3 times cosine 180 لسه عاملينها طلعت برضو 2. يبقى ده equal ده يبقى equal ده يبقى هي continuous. يبقى هي دي مع يعني كلهم حاجة واحدة من اول الزيرو لحد الايه لحد ال 2 باي. يبقى هي continuous ما ايه ما فيش ايه فاصل او ما فيش حاجة ما بينهم هي مستمرة متواصلة. تعال نشوف بقى اللي بعديها limit x tends to negative 1 وعطينا x power 22 plus x و x power 9 minus x. من الواضح ان احنا هناخد common factor مش محتاجة يعني. طبعا انا في الاول بعوض هتطلع 0 over 0 هتطلع unspecified. دي طبعا اول خطوة انت بتعملها بتحط الاكس بنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 باور 22 بلس نيجاتيف 1 هتطلع 0 نيجاتيف 1 باور 9 ماينس نيجاتيف 1 هتطلع 0. ابدا اعمل ايه بقى ابدا احل الليميت بتاعتي. هاخد اكس كومن فاكتور هنا اخدت اكس هيتبقى اكس باور 21 ماينس بلس قصدي اخدنا الاكس دي بقى 1 تحت هاخد اكس برضو الاكس باور 9 لما ناخده منها اكس هتبقى اكس باور 8 ماينس هناخد من دي 1 برضو هتبقى 1. طيب الاكس طبعا هتروح مع الاكس. تعالوا نشوفوا ايه اللي اتبقى. من الواضح ان هي ثيورم 4 صح الكلام. يعني limit x tends to negative 1 هبدأ اخليها على شكل ثيورم 4 اللي هي x باور 21 ودي طبعا هنا الثيورم لازم فيها نيجاتيف يبقى هعمل نيجاتيف 1 باور 21 عشان يبقى سيم باور. تمام ما اختلفناش دي هتبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف هتبقى بوزيتيف يبقى ما غيرتش حاجة. وهنا x باور 8 وبرضو هعمل نيجاتيف دي بتاعت رول ونيجاتيف موجودة اصلا بتاعت ال1 اللي هي ده اللي هو tends to وهكتب الباور بتاعنا 8. طبعا الباور ايفن هيكنسل النيجاتيف دي فهتفضل نيجاتيف هنا يبقى احنا مغيرناش حاجة من السؤال. طيب بعدين هطبق ثيورم 4. ثيورم 4 كنا بنطبقها ازاي؟ بعمل الباور ده ديفايدد ده يبقى 21 divided by 8 times النمبر اللي هو tends to ده اللي هو نيجاتيف 1 واعمل للباورز دول ماينس يعني 21 ماينس 8. ندخل كل ده على الكالكوليتر يطلع نيجاتيف 21 over 8. يا رب تكونوا استوعبتوها. يبقى احنا كده خلصنا الفيرست جروب لويك 14 طلبة العلمي البيور ماثيماتكس. وسلام.